أصبح العالم غريبا. تصرفات غريبة يقوم بها رؤساء العالم، وحصار شامل على أزيد 2 مليون شخص في قطاع يعرف بغزة. كل هذا والعالم في صمت. استيقظ العالم في شهر أكتوبر على نيران، لكن هذه المرة ليست ألعاب نارية، بل إنها حقيقة تهز العالم. حصار جوي وبحري وحتى على العالم الافتراضي عرف بالأعنف من سابقيه. هذا الحصار استهدف 2 مليون شخص، قطع عنهم الإنترنت وقطعت عنهم الإمدادات الصحية. فما الذي تخبئه دولة الشعاع أو الشعار الأزرق؟ دول كثيرة صوتت بوقف إطلاق النيران، لكن أمريكا تمتنع، ودول أخرى اختارت الحياد. فما هو سر هذا التناقض؟ عرف العالم حقيقة ونوايا كل من دول الاستعمار والدول الداعمة له، حيث أن العالم أصبح يطالب بوقف هذه الملحمة الإنسانية والتي اخترقت جميع بنود السلام. في مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحت دول كثيرة تعتمدها كموقع واستراتيجية هامة للدفاع عن موقفها، بل إن حتى أشهر البرامج مثل بيرز مورغان قام باستضافة باسم يوسف ليكمن هذا الأخير بتضامنه التام مع دولة فلسطين. إن الأمر يدعو إلى الكثير من الاستنتاجات أن هذا الأخير أعطى رأيه القائم على أن دولة فلسطين لها تاريخ أعرق من الدولة المزعومة. أما بخصوص موضوع يوتيوب فإنه قام بتجاوزات في حق اليوتيوبرز. يوتيوب استطاع وبدم بارد حذف مجموعة من المقاطع التي اعتبرها انتهاكا لخصوصية وحقوق طبعي لدى يوتيوب. فلدينا مثلا يوتيوبر المشهور أبو فلة، حيث أعرب تضامنه مع القضية الفلسطينية، لكن كان رد يوتيوب بحذف مقطعه وإعطائه إنذار إن هذا الأمر قد يؤدي على ما دخول قناته. لكن اليوتيوبر أبو فلة رجع وأعطى رأيه بكل شفافية حول الموضوع. تهانينا. وفيما يخص آخر المستجدات فإن العالم يبدو أنه يعيد نفسه، والتاريخ يكتب نفسه من جديد. فكلنا نعلم كيف قامت الحرب العالمية الأولى والثانية، وهل العالم يقود نفسه لحرب عالمية ثالثة؟ وما الهدف من ذلك؟ هل هو إنقاذ تعداد البشر، أم كما يعرف بالمؤامرة ضد الإنسانية؟ ماذا تعتقد أنت؟ لا تنسى أن تكتب تعليقك، ولا تنسى الاشتراك في هذه القناة. شكرا لكم، مع السلامة.